من أئمة المسلمين رأى رسول الله في المنام. واحد من أئمة المسلمين رأى الرسول في المنام. ماشي يا عم الشيخ. فقال له رسول الله: إن فلان ابن فلان رفيقي في الجنة. فسأل هذا الإمام عن هذا الرجل بعد أن قام من نومه فزعا. الرسول يجيني يقول لي فلان ابن فلان رفيقي في الجنة؟ ده إيه الكرم ده؟ والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. يعني ما هو الشيطان، ده رؤية، ده خلاص، ده فعلا فلان ده رفيق النبي في الجنة. فلما الإمام ده قام من النوم سأل على هذا الرجل، فذهب إلى بلدته، فكل ما يسأل واحد يقول له: أنت تعرف فلان ابن فلان؟ يقول له: إيه يا عم الشيخ، أنت إزاي تسأل على ده؟ أنت ما لقيتش غير ده اللي تسأل عليه. قال له: ليه بس؟ قال له: يا عم الشيخ أنت ما لقيتش غير ده هو اللي تسأل عليه، ده رجل عاصي، ده رجل يفعل كل المعاصي، ده رجل لا نراه في المسجد. فالعالم استغرب، بس قال لهم ايه؟ قال لهم برضو دلوني، انا عايز اعرف، عايز اروح له، عايز اشوف اكيد هو بيعمل حاجة اتسببت ان النبي قال عليه ان هو رفيقه في الجنة. فقال لهم: دلوني عليه. فخلاص دلوه. دخل، ركز كده، بيخبط. الراجل فتح له، فقال له الإمام، قال لهذا الرجل: هل تقبلني ضيفا عليك؟ الإمام واقف على الباب، فبقول له: هل تقبلني ضيفا عليك؟ فالرجل ده قام ردد عليه، قال له: ايه بقى؟ قال له: نعم أقبله، ولكن شرط أن تتأدب بأدب الضيف. ده أول كلمة. معلش انت لو رايح تخبط على واحد وقال لك كلمة زي دي هتروح لافف في وشك وماشي، مش هتدخل أصلا. فقال له الإمام: وما أدب الضيف؟ قال: أن تجلس في المكان الذي أشير عليك به. ماشي. ولا تأمرني في بيتي. ماشي. شوف بس اعرف الراجل ده بيشترط على الإمام بإيه؟ بقول له: أن تجلس في المكان الذي أشير عليك به. واحد. ألا تأمرني في بيتي. اثنين. ألا تتكلم إلا إذا أذنت لك. بالله عليك لو انت رايح عند واحد وقال لك الكلام ده هتدخل؟ فقال له الإمام: قبلت. دخل. فهم قاعدين، الإمام عاوز يشوف أي حاجة بيعملها قربته للجنة كده، مش لاقي حاجة. فأذن الظهر، فقال له: يا حاج الظهر. قال له: احنا اتفقنا ما تأمرنيش في بيتي، ده احنا اتفقنا على كده. قال له: خلاص هصلي واجي لك. راح صلى الظهر مع الناس، رجع للراجل تاني قعد، فلقى الراجل ده جايب كأس خمرة وحطتها على الترابيزة قدامه، وكأس قدام الراجل، يعني كأس قدام الإمام وكأس قدام الراجل وبيصب. لا، الإمام قام واقف قال له: يا أخي اتق الله ماذا تفعل؟ فقال له: ايه؟ أنا قلت لك احنا متفقين وانت داخل انك مش هتأمرني في بيتي. فقال: لا كده خلاص بقى. الإمام والعالم بدأ يحس ان في هنا مشكلة، في هنا نقطة، يعني في حاجة. ازاي هذا الرجل الذي يجهر بالمعصية أمامي؟ الإمام يقول لنفسه هذا: ازاي هذا الرجل الذي يجهر بالمعصية أمامي علنا ويشرب الخمر قال عنه الحبيب المصطفى أنه رفيقه في الجنة؟ ازاي؟ فالإمام قال: خلاص أنا همشي، أنا ما عادش ينفع كده، أنا همشي. وهو جاي يمشي قال له: لا أنا ما أذنتلكش، هأذن لك إنك تمشي بس بعد ما تقول لي أنت كنت جاي لي ليه. دي البداية بقى. صلي على الحبيب المصطفى. قال له: هأذن لك إنك تمشي بس بعد ما تقول لي إنك كنت جاي لي ليه. لازم يقول. فقال له: يا أخي لقد رأيت رسول الله في المنام وقال لي إن فلان ابن فلان رفيقي في الجنة، فسألت عليك وأتيت لك. الراجل وقف زي ما احنا بنقول كده، اتمسمر مكانه. انت بتقول ايه؟ النبي بيقول ان انا رفيقه في الجنة؟
قال له والله لقد رأيت ليلة أمس أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أنك رفيقه في الجنة. فقال له ماذا فعلت في دنيتك لكي يقل عنك الحبيب المصطفى هذا الكلام؟ انت متخيل يرد عليه؟ قال له ايه؟ بيقول له والله يا إمام ما فعلت شيئا منذ أن ولدتني أمي إلى يومنا هذا. يعني بيقول أنا ما عملتش حاجة خير من يوم أمي ولدتني لحد دلوقتي. انت متخيل؟ انت بس متخيل؟ يعني الراجل بيقول له كده. طب الإمام استغرب، ازاي أنت تفعل المعاصي وتتجرأ على الله وتعصي الله ولم تفعل خيرا وقال عنك الحبيب المصطفى هذا الكلام؟ كيف يعقل هذا؟ فقال له يا إمام أنا في حاجة عملتها مش عارف هي، يعني أنا مش عارف هي ممكن تكون سبب في كده ولا لا. الراجل مستصغر اللي هو عمله، حاجة عملها كده مستسهلها. فقال له أيوه قول لي بقى إيه الشيء ده؟ ما هو بيجي بعد كلمة يعني أكيد في حاجة، قول لي بقى. فقال له منذ 40 سنة، صلى على الحبيب، منذ 40 سنة أتتني امرأة تطرق بابي وتقول لي أنها امرأة حامل مغصوب على ذلك. حد اغتصب هذه المرأة، وقالت عائلتي لو علمت بهذا الأمر سوف تقتلني. قال فصدقتها وتزوجتها وأنجبت منها ولدين، وإلى الآن هي ميتة، لم يعرف أحد هذا الأمر إلا أنا وهي وأنت اليوم. مفيش مخلوق يعرف الحكاية دي غير أنا وهي وأنت الوقت حالا. فنظر إليه الإمام وقال صدقت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فالرجل قام باكي، قام موقع الكأس بتاع الخمر رماها على الأرض وقال له إني حاج لبيت الله هذه السنة. فقال الإمام فحججنا سويا وإذا هو بالطواف قال لا إله إلا الله ووقع على الأرض، مات بعد أن حج بيت الله وتاب توبة نصوح وسماه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام. إذن لك أن تعلم أن هناك بعض الأشياء اللينة التي نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، كفيلة أن تنجي صاحبها يوم القيامة أمام الله. من الممكن أن تفعل شيئا ولو يسير، كفيلة أن تقف حاجزا بينك وبين النار يوم القيامة. يا أخي لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع، وخير ممن كسى الكعبة وألبسها البراقع، وخير ممن جاهد الكفار بسيف مهند قاطع، وخير ممن قام طوال الليل راكع، وخير ممن صام طوال الدهر والحر دافع. فلقمة في بطن جائع كفيلة أن تقف حاجزا بينك وبين النار يوم القيامة. لقمة والله شيء يسير، والله تضمن لسانك بس، والله تدخل الجنة، والله. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ألسنتكم أضمن لكم الجنة. فأكررها عليك، لسانك لا تذكرن به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فقل يا عين للناس أعين. هذا باختصار ما أعلم، والله أعلى وأعلم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه بشر مثلنا، ألا وهو حسان بن ثابت، ولا نستطيع أن نصفه بأكثر من هذا. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله
الله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. فاللهم من أئمة المسلمين رأى رسول الله في المنام. واحد من أئمة المسلمين رأى الرسول في المنام. ماشي يا عم الشيخ. فقال له رسول الله إن فلان ابن فلان رفيقي في الجنة. فسأل هذا الإمام عن هذا الرجل بعد أن قام من نومه فزعا. الرسول يجيني يقول لي فلان ابن فلان رفيقي في الجنة، ده إيه الكرم ده؟ والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا. يعني ما هو الشيطان، ده رؤية، ده خلاص، ده فعلا فلان رفيق النبي في الجنة. فلما الإمام ده قام من النوم سأل على هذا الرجل فذهب إلى بلدته، فكل ما يسأل واحد يقول له أنت تعرف فلان ابن فلان؟ يقول له يا عم الشيخ أنت إزاي تسأل على ده؟ أنت ما لقيتش غير ده اللي تسأل عليه. قال له ليه بس؟ قال له يا عم الشيخ أنت ما لقيتش غير ده هو اللي تسأل عليه. ده رجل عاصي، ده رجل يفعل كل المعاصي، ده رجل لا نراه في المسجد. فالعالم استغرب بس قال لهم ايه؟ قال لهم برضو دلوني، انا عايز اعرف، عايز اروح له، عايز اشوف اكيد هو بيعمل حاجة اتسببت ان النبي قال عليه ان هو رفيقه في الجنة. فقال لهم دلوني عليه. فخلاص دلوه. دخل ركز كده بيخبط. الراجل فتح له فقال له الإمام، قال لهذا الرجل هل تقبلني ضيفا عليك؟ الإمام واقف على الباب فبقول له هل تقبلني ضيفا عليك؟ فالرجل ده قام ردد عليه قال له ايه بقى؟ قال له نعم أقبله ولكن شرط أن تتأدب بأدب الضيف. ده أول كلمة. معلش انت لو رايح تخبط على واحد وقال لك كلمة زي دي هتروح لافف في وشك وماشي، مش هتدخل أصلا. فقال له الإمام وما أدب الضيف؟ قال أن تجلس في المكان الذي أشير عليك به. ماشي. ولا تأمرني في بيتي. ماشي. شوف بس اعرف الراجل ده بيشترط على الإمام بإيه؟ بقول له أن تجلس في المكان الذي أشير عليك به. واحد، ألا تأمرني في بيتي. اثنين، ألا تتكلم إلا إذا أذنت لك. بالله عليك لو انت رايح عند واحد وقال لك الكلام ده هتدخل؟ فقال له الإمام قبلت. دخل فهم قاعدين. الإمام عاوز يشوف أي حاجة بيعملها قربته للجنة كده، مش لاقي حاجة. فأذن الظهر فقال له يا حاج الظهر. قال له احنا اتفقنا ما تأمرنيش في بيتي، ده احنا اتفقنا على كده. قال له خلاص هصلي واجي لك. راح صلى الظهر مع الناس، رجع للراجل تاني قعد فلقى الراجل ده جايب كأس خمرة وحطتها على الترابيزة قدامه، وكأس قدام الراجل، يعني كأس قدام الإمام وكأس قدام الراجل وبيصب. لا، الإمام قام واقف قال له يا أخي اتق الله ماذا تفعل؟ فقال له ايه؟ أنا قلت لك احنا متفقين وانت داخل انك مش هتأمرني في بيتي. فقال لا كده خلاص بقى. الإمام والعالم بدأ يحس ان في هنا مشكلة، في هنا نقطة، يعني في حاجة. ازاي هذا الرجل الذي يجهر بالمعصية أمامي؟ الإمام يقول لنفسه هذا، ازاي هذا الرجل الذي يجهر بالمعصية أمامي علنا ويشرب الخمر قال عنه الحبيب المصطفى أنه رفيقه في الجنة؟ ازاي؟ فالإمام قال خلاص أنا همشي، أنا ما عادش ينفع كده، أنا همشي. وهو جاي يمشي قال له لا أنا ما أذنتلكش، هأذن لك إنك تمشي بس بعد ما تقول لي أنت كنت جاي لي ليه. دي البداية بقى. صلي على الحبيب المصطفى. قال له هأذن لك إنك تمشي بس بعد ما تقول لي إنك كنت جاي لي ليه.
لازم يقول. فقال له يا أخي لقد رأيت رسول الله في المنام وقال لي إن فلان ابن فلان رفيقي في الجنة فسألت عليك وأتيت لك. الراجل وقف زي ما احنا بنقول كده اتمسمر مكانه. انت بتقول ايه؟ النبي بيقول إن أنا رفيقه في الجنة؟ قال له والله لقد رأيت ليلة أمس أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أنك رفيقه في الجنة. فقال له ماذا فعلت في دنيتك لكي يقل عنك الحبيب المصطفى هذا الكلام؟ انت متخيل يرد عليه؟ قال له ايه؟ بيقول له والله يا إمام ما فعلت شيئا منذ أن ولدتني أمي إلى يومنا هذا. يعني بيقول أنا ما عملتش حاجة خير من يوم أمي ولدتني لحد دلوقتي. انت متخيل؟ انت بس متخيل؟ يعني الراجل بيقول له كده. طب الإمام استغرب، ازاي أنت تفعل المعاصي وتتجرأ على الله وتعصي الله ولم تفعل خيرا وقال عنك الحبيب المصطفى هذا الكلام؟ كيف يعقل هذا؟ فقال له يا إمام أنا في حاجة عملتها مش عارف هي، يعني أنا مش عارف هي ممكن تكون سبب في كده ولا لا. الراجل مستصغر اللي هو عمله، حاجة عملها كده مستسهلها. فقال له أيوه قول لي بقى إيه الشيء ده؟ ما هو بيجي بعد كلمة يعني أكيد في حاجة، قول لي بقى. فقال له منذ 40 سنة، صلى على الحبيب، منذ 40 سنة أتتني امرأة تطرق بابي وتقول لي أنها امرأة حامل مغصوب على ذلك. حد اغتصب هذه المرأة وقالت عائلتي لو علمت بهذا الأمر سوف تقتلني. قال فصدقتها وتزوجتها وأنجبت منها ولدين وإلى الآن هي ميتة. لم يعرف أحد هذا الأمر إلا أنا وهي وأنت اليوم. مفيش مخلوق يعرف الحكاية دي غير أنا وهي وأنت الوقت حالا. فنظر إليه الإمام وقال صدقت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فالرجل أم باكي أم موقع الكأس بتاع الخمر رماها على الأرض وقال له إني حاج لبيت الله هذه السنة. فقال الإمام فحججنا سويا وإذا هو بالطواف قال لا إله إلا الله ووقع على الأرض مات بعد أن حج بيت الله وتاب توبة نصوح وسماه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام. إذن لك أن تعلم أن هناك بعض الأشياء اللينة التي نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، كفيلة أن تنجي صاحبها يوم القيامة أمام الله. من الممكن أن تفعل شيئا ولو يسير، كفيلة أن تقف حاجزا بينك وبين النار يوم القيامة. يا أخي لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع، وخير ممن كسى الكعبة وألبسها البراقع، وخير ممن جاهد الكفار بسيف مهند قاطع، وخير ممن قام طوال الليل راكع، وخير ممن صام طوال الدهر والحر دافع. فلقمة في بطن جائع كفيلة أن تقف حاجزا بينك وبين النار يوم القيامة. لقمة والله شيء يسير، والله تضمن لسانك بس، والله تدخل الجنة، والله. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ألسنتكم أضمن لكم الجنة. فأكررها عليك، لسانك لا تذكرن به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فقل يا عين للناس أعين. هذا باختصار
ما أعلم والله أعلى وأعلم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه بشر مثلنا، ألا وهو حسان بن ثابت، ولا نستطيع أن نصفه بأكثر من هذا. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمد. فاللهم